بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. أعلن عن افتتاح دورة رابطة قدامى لاعبين السلطنة، ولنا الشرف العظيم في أن نحضر هذه الدورة، وكل عام وأنتم بخير. شمس الزعامة والذهب، شمس الزعامة والذهب. قمة بطولتنا بها لون الذهب يزدان. لله درك يا السويق ودر جمهورك. ربان 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 ويقودك لدرب امجادنا ربان. يا حي درع جيت به ويا حي حضورك. أجيال 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 مرت بك عطت ما استخسرت شريان. كل جيل لخصومك وقف ثم عزز عبورك. كل جيل من حبك شرب ثم حبك بإدمان. معذور دامنا القمم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أتوقع أن الدورة هذه جدا رائعة، وخصوصا أنها مع أيام الشهر الفضيل. هي فرصة أن الكل يلتقي تحت مظلة واحدة. طبعا تسترجع الذكريات، نعود لماضي من الزمن. طبعا في مشاغل في الحياة، لكن أتوقع أن الدورة جدا رائعة من حيث الفكرة، من حيث التنظيم، من حيث أيضا يعني الإمكانيات المتوفرة. بالنسبة لحفل التنظيم كان على حسب الإمكانيات جدا رائع. حفل يعني معبر، حفل يعطي انطباع جيد عن أهداف الدورة ومضمونها، وعن أيضا مع أهميتها، وأيضا حقيقة يعني سعدت بالحفل وسعدت بالأجواء الرمضانية الرياضية اللي نعيشها مع هذه الدورة. فتحية لكل من بذل، كل من أعطى، كل من سخر وقته وجهده من أجل تنظيم هذه الدورة. وكل الشكر طبعا. وكما عودونا أبناء نادي السويق هم يد واحدة، وهذا يبرهن أن هناك في استمرارية في العمل، حلقة مستمرة بدءا من اللاعبين والآن قدام اللاعبين. فكل الشكر لهم وكل الشكر للجماهير وكل الشكر للاعبين، وبالتوفيق لجميع الفرق المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في ملعب الهلال الرياضي. في أول شيء في هذه المناسبة الطيبة في هذا الشهر الفضيل. طبعا هنا الآن لابد أن نتكلم بكلمة حق تقال في هذه الفكرة الجيدة اللي أخرجتها رابطة نادي السويق الرياضي. في الحقيقة أول شيء أتكلم عن افتتاحية هذه الدورة. فكرة ممتازة رائعة، يعني كان مجهزين لها تجهيز رائع كما شاهدناه وشاهد الجميع. الجميع ما شاء الله عليهم من جميع الجوانب الثقافية. كذلك أيضا الإبداع الرائع اللي هم نظموا في لجان مكون تقريبا 5 أو 6 لجان. هذه اللجان كل واحدة ماخذة دورها بالطريقة الصحيح. هنا واضح بوضوح في أول ما بدأ ما شاء الله عليهم في تنظيم الدورة في 4 مباريتين على مستوى ملعبين، وظاهر أن أيضا مستوى في هدوء وفي ثقافة ومتفاهمة مع بعضهم بعض. نتمنى إن شاء الله هذه الفكرة تتواصل إلى الأعوام القادمة. ولكن هنا أود أن أيضا أشير أن هذه الفكرة تجب أن تكون يعني سابق أوانها منذ أعوام قديمة. اللاعبين هؤلاء لما شاهدناهم الآن أصبحوا يعني كبار في السن، منهم عندهم أولاد ومنهم ما شاء الله يعني عندهم إصابات. لكن الحمد لله أن التاريخ أعاد نفسه بذكرياته، وتجمعنا هنا ذكرنا في الماضي مع بعضنا بعض. أنا واحد من اللي كنت موجود معاهم من ضمن هذه الصفوف اللي شاهدتوها في رابطة نادي السويق في الجهاز الطبي. والحمد لله الكل يعرفني وأعرفهم.
بارك الله فيهم جميعا، وأتمنى لكم جميعا أنتم كمنظمين هذه الدورة إن شاء الله التوفيق في أيضا في هذه الرحلة وفي هذه البداية وفي أيضا الرحلات القادمة إن شاء الله. شكرا. بالنسبة للبطولة هذه جيدة يعني بالتنظيم بالفكرة اللي هي بدأوا فيها الشباب يعني، والافتتاح طبعا المباريات بين الفريقين اللي لعبوا أول مباراة كلهم من اللعيبة القدامى موجودين بنادي السويق أو سواء بالفرق المحلية. المباراة جيدة يعني تضم نجوم يعني من لعيب صاحب خادم وعيد خاطر وحسن النعيمي، والصراحه شباب عبد الله الشين الحديثين يعني محمد عامر، فمباراه يعني حلوه كانت سمعت متعتنا يعني كرويا يعني بالنسبه لسهره اليوم اول مباراه، ونتمنى ان شاء الله يكون الشباب متجاوبين مع الحكام ومع الاداريين والكل يعني يكمل البعض. شكرا. ما شاهدناه الان هذا تجمع حقيقه تجمع مثير ونتمنى وممتع ونتمنى استمراريته ونتمنى من البطوله هذا النجاح والتوفيق في السنوات القادمه وان نرى مثل هذه البطولات لكي نشاهد اللاعبين القدامى الذين قدموا في الملاعب الخضراء وقدموا في المستطيل الاخضر كل ما لديهم في السنوات الماضيه. اعتقد ان هذا اللاعبين كان لهم باع طويل وكان لهم صيت وكان لهم سمعه كرويه، منها تعلم الابناء ومنها تعلم الناشئين وتعلم الشباب، وهم تكمله المسيره الحاليه الان اللي موجوده من اللاعبين الجيدين والناشئين والشباب. والله البطولة فكرتها يعني رائعة ما شاء الله عليكم، والمفروض هذه البطولة تقام من فترة طويلة، وذكرتونا في أيام زمان لما كنا نتمرن في هذا الشهر الكريم، وبصراحة يعني البطولة هي رائعة لأن فيها فرق قوية من ولايات أخرى، والحمد لله رب العالمين. أمس كان اللي هي بدأت مباريات وشفت في بعض المباريات مثل عندك فريق أبو أمير وتضامن، وبصراحة شفنا لاعبين قدامى ذكرونا بأيام زمان لما نشوفهم في ملاعب كرة القدم اللي هي نادي السويق. بصراحة كنا مفتقدين شباب كثيرين، فشفناهم في الوقت الحاضر شياب ما شاء الله عليهم. الرحمن الرحيم. حقيقة هذه البطولة جيدة جدا، وخصوصا جاءت في جو رمضاني نتعرف على اللاعبين القدامى سواء من ولاية السويق أو من خارج الولاية. يعني حقيقة التنظيم للفريق هذا أو اللي قاموا على تنظيم هالبطولة تنظيم رائع، لجان رائعة حقيقة، يعني على مستوى فريق كذا، فما بالك إذا كانت على مستوى أندية على مستوى جيش. فالعمل يعني يشكرون عليه حقيقة، عمل يشكر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر اللجنة المنظمة على هذه البطولة، وصراحة بحييهم على هذه الفكرة الطيبة، وهذه بادرة صراحة ممتازة جدا، وأتمنى إنه تتكرر سنويا، خاصة إحنا من فترة طويلة ابتعدنا عن الرياضة وعن الكرة، واليوم صراحة التقينا في الشباب من زمان، يعني من أيام البطولات السابقة ما التقينا فيهم، واليوم التقينا فيهم، وهذا صراحة يعني حسسنا نرجع للرياضة مرة ثانية. والبطولة صراحة ممتازة، وأشكر التنظيم على التنظيم الجيد وممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وحيد السعدي أخصائي علاج من ضمن عضو من أعضاء اللجنة الإسعافات الأولية. طبعا هذه اللجنة لأول مرة تحدث في كبطولة في بطولة قدامى لاعبين السويق، فارتأت اللجنة المنظمة على أنها تعمل كلجنة تكون خاصة بالإسعافات الأولية، تشرف على جميع المباريات في البطولة بخصوص الإصابات، بخصوص العلاج السريع، بخصوص الإسعافات الأولية تكون في وقتها أول بأول. فهذه لأول مرة تحدث في أي بطولة. بالعادة نعرف نحن كأي فريق المفروض يكون عندك أخصائي علاج أو كعلى الأقل واحد عنده معرفة يغطي الفريق، لكن اللجنة المنظمة جزاهم الله خير وفروا هذه اللجنة ووفروا هذه المجموعة من الشباب. نحن خمسة أشخاص نتكون نشتغل ونغطي المباريات بأكملها في الملعبين، والحمد لله رب العالمين.
دورنا كعلاج طبعا في اي اصابه تحدث التحام بين اللاعبين، التواء، لف، نكون نحن جاهزين بمعداتنا الطبيه عندنا بالخبره اللي نحملها بالخبره، والحمد لله رب العالمين نتعامل مع الاصابات بشكل الحمد لله بشكل طيب بشكل لائق يعني، على اساس نظهر بالصوره المناسبه ونوصل هذه البطوله ان شاء الله نكللها بالنجاح، كونها اول مره تحدث ولا مرحله بنسختها الاولى، وفيها اشياء جديده طرت يعني، ومن ضمن الاشياء الجديده هذا اللي كلمتكم عنها في السابق اللي هي لجنه الاسعافات الاوليه، والحمد لله رب العالمين.